السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا مساء الجمال والحاجات الحلوه. بصوا هنعمل النهارده حاجه حلوه، طبقات تجنن طعمها بجد، مش هتشبعي منها وهتعتمديها في الايام اللي جايه ايام الصيف، ولا تقولي لي بلبن ولا تقولي حلواني العبد. يلا بينا، انا هختصر لكم الفيديو ان شاء الله. مش عايزه اطول عليكم، في حاجات انا عاملاها معموله جاهزه. انتوا كل بنت بتعرف تعملها، كلكم ما شاء الله شطار واشطر مني بكتير. بصوا، ده انا جايبه اطباق وعامله الجيلي، كلنا بنعرف نعمل الجيلي. هتعملي الجيلي عادي خالص، بس لما هتيجي تصبيه هتحطيه في الاطباق او في الكاسات ايا كان. انت هتحطي يا دوبك مثلا قيراط او قيراطين. تمام. وادي كنافه انا محمراها. عايزه اقول لكم عادي زي الكنافه بنحطها في الفريزر لغايه ما تجمد، بعد كده نمسكها ونفتفتها ونعملها على النار معلقه مثلا سمنه ومعلقه زيت. خلاص، بس الزيت ما يبقاش يبقى من غير ريحه عشان الحاجه تطلع معاكي حلوه. واقول لكم على نصيحه، انا كنت بعمل الكنافه بحط عليها لا سكر. بطلت احط عليها السكر وانا بحمرها لانها بتكلكع مني. هنا بوريكم الجيلي. بصوا انا حاطه طبقه صغيره، قيراط او اتنين. فين؟ في الكاسات او في الاطباق بتاعتكم. خلاص، انا بحط هتحطي طبقه كنافه من اللي احنا محمرينها. وعلى فكره انت ممكن ما تحطيش عليها سكر، عشان اساسا احنا في حاجات حاطين عليها سكر. فين؟ في الجيلي. وكمان في حاجات تانية طبقة هنحطها برضو عليها سكر، فعشان نخف السكر شوية. خلاص، ادينا اهو بنحط طبقة الكنافة فوق طبقة الجيلي. طبعا احنا الجيلي هنعمله وهنحطيه في الفريزر نص ساعة. بعد ما هيجمد تروحي حاطة عليها الكنافة، والكنافة تكون باردة خالص، ما تبقيش لسه منزلاها من على النار. تمام. تمام. بصوا، انا بسويها وبعملها بضغط عليها بس مش قوي، لان الجيلي ايا كان برضك مش مش ما كانش جامد معايا قوي. خلاص، انا زي ما بقول لكم كده اهو بعمل طبقه طبقه الجيلي. وبعد كده بحط عليها طبقه الكنافه، ولا بتحطي شربات عليها ولا ولا حتى سكر. لو عايزه تحطي معلقه سكر ولا حاجه ممكن تحطي معلقه سكر بودر في النهايه، وتحطي حبه. انت اساسا هتحمري حبه كنافه صغيرين هيرموا معاكي قد كده. خلاص، انا هنا كده خلصت. خلاص، الطبقه التانية دلوقتي بعمل في الطبقه التالتة اللي هي الكريم جانتيه. عايزه اقول لك مثلا اهو، انا عملت طبعا كريم جانتيه، وبرده كلنا بنعرف نعمل كريم جانتيه. خلاص، وحطيته في كيس عادي من اكياس التلاجة. ولو انت ما عندكيش كيس الحلواني، انا عندي بس الصراحه كسلت اطلعه. وايه العمليه ماشيه والحمد لله هنعملها. عايزه اقول لكم ان في اكياس بتتباع بتاعت حلواني ده كده بلاستيك، بتتباع عندي بتوع مستلزمات الحلويات. ممكن تقدري تجيبي باكيت كبير ورخيص، سعرها رخيص جدا. شايفين الطبقات اهو؟ انا خلصت عملت الكريم جانتيه الكل. شايفه؟ ادي جيلي وطبقه الكنافه وطبقه الكريم جانتيه. شايفين الطبقات؟ شايفين الجمال؟ بص ما شاء الله، وطعمها ما هتشبعي منه. انا شخصيا كان عندي استعداد اقوم بيهم كلهم، الكميه كلها. ممكن بقى تزوقها باي حاجه عندك مثلا كريز، عندك انا حاطه فارماسيلا اهوت، عندك شوكليت شيبس. بص اي حاجه. ممكن انك انت حبه مكسرات سوداني، الحاجات دي كلها تقدري انك انت تحطيها. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله مش هتشبعي منه. عايزه اقول لكم ان انا ولادي عايزين كل يوم اعملها لهم. حرام يا جماعه، بس حلو، مش مكلفه كتير، وتقدري تفنني فيها زي ما انت عايزه. اهي شايفين الطبقات؟ شايفين؟ بس انا طبعا الكريم جانتيه كان ساح مني شويه. هي ممكن بعد كده تروحي مدخلاه الفريزر، بس انا كنت بص مش قادره، مش عارفه، مش عايزه اخلص البتاع واعمل اكل منها. انت برضو كنت تقدري تكوني راجعه مدخلاها في الفريزر برضو ربع ساعه تلت ساعه كده، وبعد كده تروحي مطلعاها. وبألف هنا وشفا. شايفين؟ انا مش عايزه اقول لكم، انا عايزه اقوم بيهم كلهم. جربيها وهتدعي لي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. بصوا طعمها جميل، الجيلي مع الكنافه مع الكريم جانتيه عامل